كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم. رمضان طبعا ما ينفعش من غير احلى كنافة. كنافة بالمهلبية. مهلبية ايه يا مزيزو؟ مهلبية الفراولة. تعالوا بقى نشوف الفخامة دي اتعملت ازاي. بصوا بقى، جبنا نص كيلو كنافة وخليناها تلجت في الفريزر اقل حاجة خالص 3 ساعات. بعد كده فركتها وقطعتها خالص. بعد كده حطيت عليها كوباية الا ربع سمنة. نزلت عليها كده بالسكر البودر، 3 معالق سكر بودر. طبعا ايه لازم يكون بودر معاكي علشان يلزق في السمنه وفي الكنافه وتبقى مسكره وطعمها جميل. طبعا بتفركيها وبتجيبي بقى الصينيه بتاعتك بتاعت البسبوسه الحجم الوسط. هي بيبقى 3 احجام، دي الحجم المتوسط فيهم. وعملتها بالسمنه ونزلت كده بايه بنص الكميه بتاعت الكنافه. وقعدت بقى ايه ابطط فيها كده بايدي كده لحد بقى ايه ما مسكت بقت قطعه واحده كده في الصينيه. وهنيجي بقى من على الاطراف هنجيب بقى الكنافه وهنعملها من على الطرف بتاع الكنافه كده هنرفعها كجدار كده. إيه علشان خاطر الحشوه بتاعتنا ما تطلعش من بره. بصوا اهي دي طريقه جميله جدا وسهله. هنعملها النهارده مهلبيه الفراوله. جبت بودر فراوله مهلبيه الفراوله وهنعملها وهنحشيها بيها. طبعا انا كنت مجهزه الشربات. كوبايه وربع سكر على كوبايه ميه وحطيتهم على النار. بعد كده عصرت عليهم عصره ليمونه وفانيليا وقطعه صغيره جدا سمنه بتديها طعم جميل جدا. بصوا ده كان الشربات طبعا بتاعنا. هنا بقى انا كده كنت بعمل في صينيه الكنافه ومجهزه طبعا ايه المهلبيه كده سبتها كده بقى المهلبيه وهي سخنه قبل ما تلزق وتبقى بارده. لا بتنزلي ايه بالكميه اللي انت بقى كده عايزاها. بصوا بتبقى بسم الله ما شاء الله وريحتها كانت جميله جدا. يا جماعه الكنافه دي اللي فعلا تستحق الواحد يقول عليها بابا المجال. هي دي بابا المجال يا جدعان. جربوها والله العظيم. بصوا هتعجبكم جدا 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 وبألف هنا وشفا لكل من اكل منها. وانتي بتتفرجي على الفيديو كده وانتي بتبططي كده في الكنافه ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك لام زيزو وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. كده دخلناها بقى في الفرن. بصوا فرغت من الجناب واحمرت من فوق ومن تحت جميع الاتجاهات. بقت جميله جدا لونها مدهب ومستويه. بصوا بقى الشربات بتاعها هنجيبها كده وهنقلبها الاول في الطبق بتاعها. انا كده كنتش حطاها في الصينيه علشان كانت سخنه جدا ما كنتش قادره امسكها. كده بقى ايه هحطها بقى ايه في السلفيز اللي هو مخصص كده انا سايباه كل سنه ده معروف لصينيه الكنافه. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها الله اكبر. كده ندبدب 1 2 3. ارفعي يا موزيزو بقى كده. ارفعي 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 يلا 1 1 يلا اطلعي يا موزيزو. يا فخامة الكنافة الله أكبر الله أكبر عليها. جامدة جامدة جامدة. يا جماله بقى. هي دي اللي يتقال لها يا جماله. هنجيب بقى الشربات بتاعها. طبعا الشربات ما بنخلوش مسكر قوي لان بيبقى فيه سكر جوه الكنافه. هننزل بقى كده ايه بالشربات بتاعها. هننزله كده بقى عليها. بصوا انا بصراحه كنت بحب احط ايه حاجات بسيطه قوي من الشربات. ابو زوزو قال لي لا كتري فيها وما تستخسريش عشان انا بحبها تكون ايه طريه شويه. قلت يلا ان شاء الله ما حد حوش مش مشكله. والشربات اللي هيتبقى معاكي ما ترموهوش في علبه وعينيه في التلاجة. مش هيجرى فيه اي حاجه وهتستخدميه برضو لاي صينيه كنافه تاني. مش هيجرى فيه اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله وكانت جميله جدا وبالف هنا وشفا. وحسب ما انت عايزه تزينيها بتزينيها. انا استكفيت بالجوز الهند وبالفول لان بصراحه احنا بنحب جوز الهند والفول. ما بنحبش اكتر من كده. اولادي ما بيرضوش ياكلوها الا بجوز الهند والفول بس. ادي كده رشه بسيطه جدا برشها عليها. ما بحطش كتير. وبرضه هحط شويه فول كده سوداني عليها وخلاص على كده. هي دي كانت الكنافه بتاعتنا والحشوه بتاعتنا جميله جدا. حشوه مهلبيه بالفراوله جميله جدا بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا انا هقطع لكم قطعه وهتشوفوها. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واهم حاجه تشتركوا في القناه وتتابعوا قناتي يوميات ام زيزو ودوسوا على كل عشان يوصلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين.